الموقف الغريب ده حصل لي قبل سنة تقريبا. كانت امتحانات آخر السنة قربت، وأنا كان لسه فاضل لي مذاكرة كتير. في الغالب مكتبة المدرسة بتقفل الساعة 5، بس عشان الامتحانات إدارة المدرسة قررت تسيب المكتبة مفتوحة لحد الساعة 12 بالليل، عشان الطلاب يقدروا يحضروا ويذاكروا الامتحانات لو هم عايزين. بيتي ما كانش بعيد عن المدرسة، عشان كده كنت بحب أذاكر في المكتبة عشان المكان هادي أكتر. وفي اليوم ده طلعت من البيت الساعة 6 بالليل، وبسرعة وصلت للمدرسة وبدأت أذاكر، وسرحت في المذاكرة لدرجة إني ما أخدتش بالي إن الساعة بقت 10. أنا عمري ما قعدت الوقت ده كله في المكتبة قبل كده. في الغالب كنت بكون في الطريق وراجعة البيت على الساعة 8، وحتى الساعة 8 كان بيكون في شوية طلبة لسه موجودين في المكتبة. بس الساعة 10 ما كانش في حد موجود، كان في صمت وبس. كان فاضل لي حوالي ربع ساعة وأخلص، وقررت أذاكر بسرعة وأرجع على البيت. وأنا مركزة في المذاكرة سمعت صوت خطوات، بس كأن حد بيمشي بصعوبة وبيجر رجله. بسرعة لميت كتبي وخرجت من المكتبة، وكان في ممر طويل أول ما بطلع من المكتبة، وفي آخره خالص باب الخروج. كنت بمشي بسرعة ناحية باب الخروج. ساعتها شفت واحدة واقفة في آخر الممر. أنا ما كنتش عارفة هي مين، بس كل ما أقرب كنت بحس بعدم ارتياح أكتر وأكتر. ومن كتر الإحساس الغريب اللي عندي ناديت بصوت عالي: مين هناك؟ وأول ما ناديت هي اختفت في ثواني. حاولت أتنفس وكملت طريقي لحد ما خرجت من المدرسة. وأنا ماشية في الشارع لاحظت إن مفيش حد ماشي في الشارع خالص، ودي كانت حاجة غريبة عشان في الغالب الشارع ده بيكون زحمة حتى بالليل. وبسبب الخوف والتوتر مشيت وأنا باصة في الأرض. كنت خلاص قربت من البيت. ساعتها وفجأة شفت زي ظل على الأرض، على الرغم إن مفيش حد حواليا. أما رفعت راسي شفت واحدة ماشية قدامي. كان شكلها غريب، وكان عندها صعوبة في المشي، وكانت بتمشي بطيء لدرجة إن وصلت لحد عندها في لحظات قليلة. كنت قريبة منها وبقيت شايفاها كويس. كانت لابسة هدوم مقطعة ومتوسخة، وإيديها ورجليها ملويين. كنت مستغربة شكلها، وإحساسي كان بيقولي مقربش منها أكتر من كده، وما كانش عندي الشجاعة عشان أعديها وأمشي. فجأة لفت وجت ناحيتي، وكان شكلها مرعب. ما كانتش طبيعية أبدا. عينيها لونها أحمر كأنها دم، ووشها كله دم. وقفت قدامي وقالت لي: فين بنتي؟ اتسمرت مكاني ومعرفتش أقول كلمة واحدة من الصدمة. من خوفي شاورت لها على مكان بعيد على أمل تمشي وتسيبني بعيد، وفعلا مشيت ومبقتش شايفاها قدامي. كنت مرعوبة من فكرة إنها ممكن تطلع لي تاني، عشان كده جريت بأعلى سرعة ليا. في اللحظة دي عقلي ما كانش عنده قدرة على التفكير في أي حاجة غير إن ألاقي أي حد يساعدني. وبعدها سمعت صوت صريخ الست دي جاي من بعيد، وبعد كده ما كنتش فاكرة أي حاجة. وأما فتحت عيني عرفت إن جاري لقاني مغمى عليا على الأرض، فجابني للبيت. وعرفت منه إن سنة 1998 كان في واحدة عندها 32 سنة اسمها منى، وعندها بنت عندها 10 سنين، كانت بتروح المدرسة اللي أنا فيها. وفي يوم وهي بتلعب مع صاحبتها عملت حادثة وماتت. مامتها ما قدرتش تتحمل الخبر، فوقفت على سطح المدرسة ورمت نفسها. وبعد كده اتشاف شبح منى في المدرسة والمنطقة اللي حواليها وهي بتدور وبتسأل على بنتها. أنا بقيت مرعوبة من اليوم ده، وبقيت بخاف أروح المدرسة لوحدي بالليل. ما تنسوش تعملوا لايك للقصة واشتراك في القناة عشان توصل لأكبر عدد ممكن، وعشان ده بيساعدنا نكبر أكتر.